مربي الدواجن في كل مكان، من مطروح لحد أسوان. أهلا وسهلا بيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من حزب البرم. أهلا بيكم في الحلقة رقم 10 من أول برنامج متخصص ومعني ومهتم بصناعة الدواجن. أهلا بيكم في برنامج بنحاول نقدم فيه خدمة للمربي وللمستهلك وللمنتج. على مدار الحلقات اللي فاتت كان عندنا كوكبة من ضيوفنا، كوكبة حقيقي أنا فرحان قوي وفخور قوي إن هم شرفونا في الاستوديو ده وفي البرنامج ده. حابب نفتكرهم ابتداء من المهندس هشام عابد رئيس الجمعية المصرية لمربي الدواجن، وبعد كده المهندس سامي عايد رئيس مؤسسة عايد والخبير الزراعي والداجني، الدكتور محمد سيف رئيس المعمل المرجعي في جمصة، الحاج حسام الحمامي رئيس بورصة الحمامي وأسد البورصة زي ما بيقولوا عليه، أستاذ علي الدهراوي صاحب أكبر بيج واللي 250 ألف واحد بيستنوه كل يوم الصبح عشان يحط لهم السعر بتاع الفراخ. عندنا كمان كان موجود الدكتور حاتم صلاح الدين، وهو علم وعلامة وقيمة وقامة في مجال صناعة الدواجن. كان عندنا الأستاذ بهاء عبد الغني، وهو من الناس اللي بيشتغلوا في مجال توزيع الكتاكيت ويعتبر خبير في مجاله. الشاهد من الموضوع إن احنا كان عندنا كوكبة من الضيوف، وإن كل ضيف فيهم بالإضافة إلى شغله هو مربي دواجن. ورغم ان ضيوفنا كلهم بالاضافه لشغلهم هم مربيين دواجن، بس كان يستوجب علينا ان احنا نستضيف مربيين دواجن صرف، شغلته بس مربي دواجن. وده اللي احنا بنعمله النهارده. احنا النهارده بنستضيف في الحلقه العاشرة 3 من مربيين الدواجن، شغلته بس ان هو مربي دواجن، وجعه بس وجع مربي دواجن. احنا النهارده معانا عبد الخالق النويهي، استاذ عبد الخالق النويهي. استاذ عبد الخالق النويهي انا بعتبره مجاهد مكافح مناضل في مجال تربيه الدواجن. مجرد مربي عادي خالص، بس المربي العادي خالص ده حقق طفره وحقق انجاز في مجال صناعه الدواجن. مفيش مؤتمر فيك يا مصر لما بيحضره، مفيش ندوه لما بيحضرها، مفيش فعاليه لما بيكون موجود فيها مربي دواجن فعال، فعال ومفيد لنفسه وللصناعة. معانا أستاذ أبو عمر ديكرنس، وهو لا يقل عن أستاذ عبد الخالق النويهي حاجة، برضو نفس الفعاليات بيكون موجود فيها، نفس المؤتمرات، يعني حركة على أرض الواقع. والحركة دي ما بتبقاش عشان خاطره هو، ده بتبقى عشان خاطره وخاطر الصناعة. ضيف الثالث النهاردة مربي دواجن، وإن كان ضيوف البرنامج بيبقوا زي أبناء الواحد، ولما تسأل المقدم البرنامج يعني مين أغلى أبنائك، فما ينفعش إن هو يختار حد، لأنه ضيوفه كلهم بيبقى ليهم قيمة عنده. بس الضيف اللي عندي النهاردة تالت ضيف، تالت مربي دواجن، لو يجوز إن أنا أشير على حد بعينه وأقول إن ده أكتر ضيف أنا سعدت بوجوده، هو ماجد عتمان. ماجد عتمان، أستاذ ماجد عتمان مربي دواجن. اتفقنا على إنه يكون موجود معانا الحلقة دي، والبقاء والدوام لله. توفت والدة الأستاذ ماجد عتمان امبارح، بنسألكم الدعاء ليها بالرحمة وبالمغفرة. احنا كنا في واجب العزاء بتاع والدة الأستاذ ماجد عتمان لحد الساعة 1 بالليل امبارح.
وحقيقي انا ما كانش المفروض ماجد يجي النهارده. ماجد جه النهارده عشاني وعشانكم وعشان الصناعه. والدته توفت امبارح وهو جه النهارده. جه النهارده يخدمني ويخدمكم. ماجد عثمان معانا من اعز الضيوف اللي ممكن يكونوا هيجوا البرنامج ده قبل كده وبعد كده كمان، لان وجوده النهارده عندي حاجه كبيره خالص. بسم الله. وهنبدا حلقتنا. هنبدا حلقتنا باني ساعات بستغل البرنامج ده وبقول ان هو منبر ومتنفس لينا ان احنا نقول فيه حاجات جوانا. المتنفس ده النهارده حابب اقول فيه ان احنا من زمان، هو مش من زمان قوي، من زمان ده يعني من 10 او 15 سنة، كان الشعب المصري ده بيتقسم لثلاث فئات: فئة غنية وفئة متوسطة وفئة فقيرة. الفئة الغنية دي كانت بتمثل 5% من الشعب، والفئة الفقيرة كانت بتمثل 15% من الشعب تقريبا يعني. والفئة المتوسطة الدخل هي اللي بتمثل حوالي 75% أو 80% من الشعب. على مدار 10-15 سنة اللي فاتوا، الفئة اللي هي كانت 5% أغنياء زادوا بقوا 10%، والفئة اللي كانت 15% فقراء كل سنة بقى ينزل لها 10% من الطبقة المتوسطة. كل سنة بتعدي علينا بينزل من الطبقة المتوسطة 10% من كونه طبقة متوسطة عشان يكون طبقة فقيرة. بمرور 10-15 سنة اندثرت الطبقة المتوسطة في مصر، وبقى عندنا 10% أغنياء وال90% بقوا فقراء. بقوا فقراء بمعنى إيه؟ بقوا فقراء بمعنى إن أنا وأدعي إن أنا يعني من الناس الميسورين. أنا بقيت بقى أعاني، وأنا ميسور بقيت بقى أعاني. أنا كنت بأعد نفسي من الطبقة المتوسطة، الطبقة المتوسطة اللي اندثرت. أنا بقى أعاني، والطبقة دي كلها نزلت لطبقة فقراء بقت بتعاني. بالمناسبة مش أنا حالة فردية، ده أنا مدير القناة، الأستاذ المخرج، الأستاذ المعد، الأساتذة المصورين، أم أحمد بره، كل ده بقوا طبقة واحدة، بقوا طبقة مش قادرة تواجه غلاء الأسعار وتواجه الأزمة المالية الحقيقية اللي حاصلة في مصر دلوقتي. الأزمة المالية اللي خلت الواحدة وهي مروحة البيت جايبة كيس كده صغير ب 500 جنيه. 500 جنيه، في شوية حاجات كده ب 500 جنيه. كلنا بقينا بنعاني. حتى مجال الدواجن اللي السعر فيه غالي النهارده، ما هي الفراخ دي جزء من اسعار الاسعار اللي حاصله في مصر كلها. الفراخ غاليه النهارده، والبيض غالي النهارده على المستهلك. رغم ان دي حاجه تفيدني كمربي او كمستثمر في مجال الدواجن، بس والله هي مش باسطه الواحد. انا مش مبسوط مع غلو سعر الفراخ وغلو سعر البيض. انا مش مبسوط. مش مبسوط لسببين: لان مستهلك مظلوم، والمستهلك ده انا سبق قبل كده وقلت 100 مره ان المستهلك ده هو اخويا وابن عمي وجاري وقريبي وصاحبي. ما هو المستهلك ده هو عيلتي. المستهلك ده الدنيا غلت عليه حتى الدواجن. طيب، بالنسبه بقى لموضوع الدواجن اللي غلت على المستهلك ده، وانا حابب اعتذر للمستهلك ان الدواجن غلت عليه، بس هقول له سبب غلوها ايه. سبب غلوها مش احنا، سبب غلوها غلطة بتتغلط. قبل كده اتكلمنا في موضوع الاستيراد، وقلنا ان الاستيراد ده غلط، وان الاستيراد ده بيؤدي الى نتيجة عكسية مع الوقت، واهو ادى الى نتيجة عكسية. حاليا الاستيراد
ادى الى نتيجه عكسيه. المواطن ما كانش مستوعب، او الجمهور ما كانش مستوعب الكلام اللي احنا بنقوله، وجا وقته عشان نفسره له. استيراد فراخ من بره معناها خساره المربي المصري. خساره المربي المصري تساوي ان المربي بيبطل شغل. لما المربي بيبطل شغل كميه الفراخ بتقل، فسعرها بيزيد جدا. معادله بسيطه، احنا مش بنقول كيمياء والله، ده موضوع بسيط خالص. حضرتك بتغرق السوق، المربي بيخسر، بيطلع من الشغل، ما بيبقاش فيه فراخ. انت اصلا ما بتعرفش تستورد ازيد من كده، لان انت برضو يعني مهما كنت مش هتقدر تستورد الكميه اللي كافيه للشعب المصري كله. غلو السعر حاليا في مجال الدواجن سببه هو الاستيراد. قولا واحدا، الاستيراد اللي احنا قلنا عليه ان هو سبب غلو الفراخ دلوقتي، وحاولنا نفهم لكم او نفهمكم هو ايه سببه، هو ده سبب مشكلتنا. انا هطلع فاصل بعد اذنكم، عشان معايا 3 ضيوف، وحابب ان كل ضيف من ضيوفي اللي هم مربين اصلا ياخد حقه في الكلام، لانهم جايين مليانين، جايين معاهم وجع وتعب، وجايين برسالة على لسان كل المربيين، جايين ينقلوها لنا هنا، ينقلوها ونتمنى انها توصل. هناخد فاصل قصير خالص، ممكن دقيقتين بس، ونرجع ليكم تاني. فاصل يا جماعة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية اهلا وسهلا بيكم مرة تانية في الفقرة التانية من حزب البرم، الفقرة اللي بنستقبل فيها ضيوفنا. وفي الحقيقة هم مش ضيوف، هم أصحاب مكان، وهم أصحاب برنامج. مربين الدواجن، إيه أكتر من إن مربي الدواجن هو يبقى صاحب المكان؟ لأن البرنامج ده أصلا معمول عشانه، معمول عشان الصناعة كلها، ومعمول عشان مربين الدواجن. بستقبل ضيوف أعزاء عليا، وهم شركاء حقيقيين في الكفاح والجهاد اللي احنا بنكافحه لإنقاذ هذه المهنة. بستقبل ضيفي واخويا وصديقي الاستاذ ابو عمر ديكرنس، واهلا وسهلا بيك، نورت الدنيا كلها ونورت البرنامج، بيتك ومطرحك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ خالد، وكل سنه وانتم طيبين، واسره البرنامج بالشهر الكريم الفضيل، وكل سنه ومربيين الدواجن في كل حته في مصر، في العالم العربي، المسلمين كلهم يا رب يكونوا طيبين وبصحه، ويا رب نقدر نعمل حاجه جديده في صناعه الدواجن. وسعيد جدا بلقائك النهارده. ربنا يبارك فيك اخويا استاذ عبد الخالق النويهي، الشرس المناضل المكافح، القوى الغاشمه في صناعه الدواجن، المربي اللي عامل دوشه وقلق في مصر كلها. اهلا وسهلا بيك، نورت حزب البرم، منور الدنيا كلها. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا بيك، شرفت. اخويا وصديقي ماجد عثمان، البقاء والدوام لله.
جزاك الله، شكرا سعد. وجودك عندي تاج احطه على راسي طول العمر. انت اللي تاجي يا فندم على راسنا كلنا، ربنا يبارك فيكم. انك تيجي النهارده وفاة المرحومة ربنا يغفر لها، رب. وبنسأل كل مشاهدين الدعاء ليها بالرحمة. يا رب. الله يرحمها يا رب، يا رب. ويغفر لها ويسامحها ويوسع قبرها. يا رب. مشرفني ومنورني، ربنا يبارك يا فندم. ووجودك على دماغي. شرف لينا يا فندم. اهلا وسهلا اهلا بكم. وسهلا بحضرتك يا فندم، ربنا يبارك لك. عايز استسمحكم قبل ما ندخل في جدال وسجال مع ضيوفنا الكرام، حابب أدلل على مقدمتي بكلمتين. موقع الأرض ده موقع إلكتروني وجريدة وبرنامج تلفزيوني بيقدمه حد محترم جدا، صحفي محترم جدا، صحفي مهنته رسالة. الأستاذ محمود البرغوثي ده مهنته رسالة، مش مجرد ان هو بيشتغل، لا ده بيقدم رسالة. الأستاذ محمود البرغوثي كاتب في جريدة الأرض النهاردة الآتي: تصريح لوزير التموين يدمر صناعة الدواجن. تصريح بيقول، او الخبر بيقول اللي كاتبه استاذ محمود البرغوثي، استسمحكم تسمعوه وتركزوا فيه لان هو ده لب في قصة مشكلة الصناعة. اتهمت شركة الدواجن في مصر وزير التموين الدكتور علي مصلحي بالتسبب في خسائر مدمرة لصناعة الدواجن، أثر تصريح له باستيراد الدواجن من الخارج لتغطية ما وصفه بفجوة استهلاكية في شهر رمضان، حيث تسبب في إحجام معظم المربيين عن شراء الكتاكيت. وقال المهندس مصطفى الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة الأصيل للدواجن إن مثل هذه التصريحات يجب ألا تصدر من مسؤول بحجم وزير التموين، حيث أن الوزارة لم تتقدم حتى الآن بطلب استيراد إلى اللجنة المشكلة بتوجيه رئاسي وبقرار من رئاسة مجلس الوزراء ألخ. وقال الدسوقي، وقال المهندس مصطفى الدسوقي أن التصريح تسبب في عزوف أكثر من 50% من المربيين على مستوى الجمهورية عن إدخال الكتاكيت إلى مزارع التسمين. يعني تصريح السيد وزير التموين أدى إلى عزوف 50% من المربيين عن إدخال الكتاكيت إلى مزارع التسمين الخاصة بهم، خوفا من الإغراق الذي يسبب خسائر فادحة لا يقدرون عليها ويتعرضون للسجن. أدى إلى انهيار أسعار الكتاكيت إلى 175 قرش في الوقت اللي تكلفته بتبلغ 4 جنيه ونص. من جهته قال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر أن السوق لم تتعافى حتى الآن من آثار الصفقة السابقة التي استوردتها الحكومة المصرية، ويبلغ حجمها 250 ألف طن، وتم التخلص منها للتجار قبل انتهاء صلاحيتها، كما تزال منها كمية موجودة في ثلاجات بعض التجار. الخبر طويل جدا، مش هينفع أكمله. الشاهد من الموضوع ان الاغراق اللي حصل في موضوع الاستيراد ده هو اللي تسبب في ان الفرخه دلوقتي الكيلو بتاعها ب 30 جنيه. خفوا شويه عننا في الاستيراد يا جماعه، خفوا شويه، ارحمونا يرحمكم الله. هرجع تاني لضيوفي اللي جايين كلهم مواجع، نسمع مواجعهم لان يعني ما كانش مواجعهم دي هتتسمع، ومش تتسمع بس، لا ده المفروض تتسمع ونهتم بيها كمان. استاذ ابو عمر اتفضل، فضفض الاول، معاك دقيقه تفضفض فيها كده وبعد كده انا هسالك. انت حضرتك في الفقره الاولى اثرت قصه غلاء الاسعار. تمام. ده حقيقي حاجه عايشينها، غلاء الاسعار. طيب اسبابه ايه؟ ما رجعناش لاسبابه ايه؟ عمليه الاستيراد اللي حضرتك اتكلمت عليها وزير التموين اشار ليها، دي حقيقي موجود ليه؟ لان ما عندناش كيان يحمينا من الاسعار يوم تحت قوي يوم فوق قوي. ما عندناش بورصه لدواجن، عايزين بورصه دواجن عموميه. فايدتها ايه البورصه؟ بتعرفني اسعار الدواجن ايه. البورصه دي هدفها ايه؟
نعرف منها اسعار الدواجن، ما يبقاش فيه تذبذب في عمليه الاسعار، يوم طالعه قوي يوم نازله قوي، يوم مش عارف انا هبيع بكام، زي ما السمسار هيقول لي هبيع. طب ليه ما يكونش عندنا بورصه دواجن عموميه بتحدد لي السعر؟ ممكن اكلمك بصراحه؟ اتفضل. احنا دلوقتي بنكلم شعب، بنكلم مصر كلها. حضرتك 30 جنيه ده سعر غالي ولا سعر رخيص؟ غالي بما طبعا. يرضي الله. غالي غالي. غالي. طيب انت عايز تبيع ب 30 جنيه؟ لا مش عايز ابيع ب 30 جنيه. مش عايز تبيع ب 30 جنيه ليه؟ رغم ان 30 جنيه مكسب ليك. طبعا مكسب، طيب ومكسب حلو تمام. في مش الوقت عايز الحالي، بس ايه اللي وصله 30 جنيه؟ طيب انت مش عايز تبيع ب 30 جنيه، طب عايز تبيع ب 22 ب 20 مثلا، الاسعار اللي هي اللي تحت دي عايز تبيع بيها؟ مش عايز ابيع بيها. يعني حضرتك لا عايز تبيع ب 30 ولا عايز تبيع ب 22؟ عايز السعر العادل. عايز سعر عادل. سعر عادل ليه؟ هيوصلني لايه؟ السعر العادل ده هيوصل لايه؟ ايه اللي هستفاده من سعر عادل؟ اولا انا بحمي المستهلك، تمام اللي هو انا واخويا، ابن عمي، اهلي. تمام. ده سعر المستهلك، المواطن. تمام المواطن عايزين نحافظ عليه. تمام. هنحافظ عليه بايه؟ بعدل. بعدل. العدل في ايه؟ في الاسعار. انا مش عايزها النهارده 30 وبكره 18. مظبوط مظبوط. لا انا عايز السعر العادل. السعر العادل ده اعمله ازاي؟ بانشاء بورصه تقول لي السعر النهارده كام. السعر ده هحافظ على المواطن. اولا هحافظ على المواطن ان هو يبقى عارف السعر المستهلك كام. تمام هحافظ على المربي تمام اللي زيي واللي زيك واللي زي كل المربيين اللي احنا بنعاني منها. تمام هحافظ على مين تاني؟ هحافظ على التاجر. تمام. هحافظ على التاجر ازاي؟ هتحافظ على المنظومه كلها. منظومه كامله. هحافظ على التاجر ان هو يفضل مستمر وشغال، وانا افضل مستمر وشغال. السمسار هيفضل شغال. الآلية كامله كلها. استاذ ابو عمر هرجع اكلمك في موضوع البورصه بعد ما اسمع استاذ عبد الخالق، وانا واخد منك وعد، احنا قاعده عائليه، انا واخد منك وعد انك تكون هادي. انت في العادي مش هادي، ما انا ما ينفعش ابقى عادي. مش عارف تبقى هادي، بس انا واخد منك وعد قبل الهوا انك انت تكون حد هادي عشان احنا على الهوا. فبما اني انت هتتكلم بهدوء النهارده، ايه يا استاذ عبد الخالق؟ انت بتحمل هم، انت عبد الخالق النويهي، انا اشهد ان انت مش حامل همك بس، ده انت حامل همك وهم ناس كتير وراك. مربيين بيشتكوا لك وبيجوا لك ومعتبرين ان انت الملاذ الوحيد ليهم. ايه فضفض لو عايز تفضفض. احنا نفضفض الاول بان صناعه الدواجن الاول قبل اي كلام بنعزي الاستاذ ماجد في وفاه والدته. الراجل برغم المعاناه اللي هو فيها جه البرنامج واصر ان هو يجي عشان يوصل صوته حقيقي، وده طبعا بنعزيه جدا. البقاء والدوام لله. البقاء لله. تاني حاجه احنا بنتكلم في صناعه الدواجن وبنعتبرها مربي او مسوق او تاجر او حاجه زي كده. لا صناعه الدواجن ابعد من كده بكتير. صناعه الدواجن هي امن قومي بالنسبه لمصر. صناعه الدواجن هي خط اقتصاد قومي يعادل قناه السويس او يفوق بكتير، ويعادل زراعات او يفوق بكتير. لان بمجرد وقوع صناعه الدواجن زراعه البحيره بالكامل تتوقف، زراعه المناطق الصحراويه بالكامل تتوقف لعدم وجود اللي هي المخرج الاخير بتاع الفرخه اللي هو السبله. يعني عندنا السبله بتاعتنا بتبقى رقم واحد. اخر حاجه عندنا المخلفات بتاعت الدواجن عندي اني هي اللي بتاكل الشعب المصري بالكامل. تمام. خدنا اخر جزئيه اللي هي جزئيه السبله بيقوم بيها اكل الشعب المصري بالكامل. طب نشوف بقى تجربه زي تجربه البرازيل. معلش عشان فضل. في ناس مش هيفهموا كلمه سبله. حضرتك قصدك اللي هو الزرق بتاع الفراخ. اللي هو بيعتبر سماد بلدي. السماد العضوي. سماد عضوي. سماد عضوي جاي سماد عضوي للاراضي الزراعيه. ده جاي من الفراخ. ده المنتج النهائي بتاع الفراخ. ده المنتج النهائي. اخر حاجه عندي يعني. تمام. اخر حاجه عندك المنتج النهائي هو سماد عضوي. ده سماد عضوي للزراعات المصريه. تمام.
تقليص بقى دور المربي وتقليص حجم الصناعة دي اللي هي تعادل أمن قومي بالنسبة للوطن، بالنسبة لجمهورية مصر وللوطن العربي لو استثمرناها مظبوط. عندنا تجربة اسمها تجربة البرازيلية. البرازيل دي كانت متأخرة عننا كتير جدا في السنوات اللي فاتت. بعد 2006 كنا احنا بنصدر وكنا احنا رواد الصناعة في الوطن العربي وفي أفريقيا. دلوقتي احنا بنستورد من البرازيل. طب هل انا ادعم المربي البرازيلي ده وادعم المنتج البرازيلي وذره وصويا ودواء ومجازر وعماله كامله، يعني امن قومي بالنسبه للبرازيل، واجي اهدم الصناعه بتاعتي لقرار زي ما اللي حضرتك اتكلمت فيه دلوقتي بتاع وزير التموين، استيراد دواجن؟ طب يا عم وزير التموين، طب ما تستصلح اراضي، طب ما تفعل الشغل، طب ما انتج ذره، انتج صويا، انتج المنتجات بتاعتك. الصناعه يا استاذ خالد هي امن قومي بالنسبه لمصر. بعدم وجود الصناعه الاقتصاد القومي بالكامل بيتراجع. في حاله الانعاش، عندنا مثلا في انعاش الصناعه لما بيكون السعر مرتفع والتداول بيحصل في السوق، فعلا السوق المصري بالكامل بينتعش. اسأل النهارده اليومين دول المواطن المصري عامل ايه، هيقول لك كويس نوعا ما عن الايام اللي فاتت. طب الايام اللي فاتت كان عامل ايه؟ كان متراجع جدا جدا جدا. قصدك ان سعر الدواجن بيعمل حركه، بيعمل رواج للكل. بيعمل حركه. انا عندي شغال في صناعه الدواجن 52 عنصر، 52 عنصر مباشر في الصناعه، 52 عنصر ابتداء من عمل جيني الكتاكيت نفسه، من الجد اللي جه من بره واشتغلنا عليه هنا. للنقل 52 عنصر مباشر. لكن الدولة بالكامل بتخدم صناعة الدواجن. لو انا خرجت عنبر دواجن من الدولة، بتاع الكهرباء مش هيبيع كبس الكهرباء ده للمزرعة. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. معلش هقطعك يعني عشان تمام. ممكن الدنيا تتوه مننا. تمام. ممكن اسالك حضرتك في شنواي بلدك اللي انت بتفتخر بيها دايما، تمام، كم مزرعه فراخ شغاله دلوقتي من حجم كم مزرعه؟ سؤال حضرتك محترم جدا 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 جدا. اتفضل. وهنعممها بقى، هنعممها الكل. تمام. احنا اشنواي في 2006 كنا 60 مربي، كنا بننتج تقريبا في اليوم الواحد في القريه. في القريه كنا بننتج في اليوم الواحد اكتر من 60,000 كتكوت في اليوم الواحد. تمام. احسبها على مدار الشهر. تمام. عشان كده احنا كنا بنصدر. تمام. ما كناش بنستورد. كنا دولة رائدة. ماشي. في 2006 كنا بنصدر، كان عندي في شنواي 60 مربي. تمام. بيطلعوا 60,000 طائر في اليوم. تمام. النهارده انا كان عندي كام مربي؟ كام بقى النهارده؟ انا ممكن اذكرهم بالاسم من غير اسامي. قول. عصام ابو زنط اه وابراهيم الزنطحي 2 وسعد ابو زنط. 3. سعد ابو زنط بيربي بسيط جدا وكميات محدوده جدا، وعصام ابو زنط بيربي 5000، وابراهيم ابو زنط بيربي 9000. ده حجم من 60,000. ده حجم التربيه عندك دلوقتي في حجم التربيه في الشهر، في مش شنواي؟ في اليوم، في شنواي. في شنواي كلها؟ في شنواي بالكامل. لا حول ولا احنا قوه الا بالله. بنتكلم في اخراج 60,000 في اليوم. نرجع لشهر كامل ننتج فيه 9000 و5000 يبقوا كام؟ 14,000 فرخه في الشهر. لا حول ولا قوه الا بالله. كميه التراجع يرجع اثرها على ايه؟ يرجع اثرها على الاقتصاد المصري ككل. طب بعد قهرتي ثواني، بعد قهرتي على ان اشنواي بتنتج حاليا فيها 3 مربيين وبتنتج 14,000 فرخه في الدوره، بعد ما كانت بتنتج 60,000 فرخه في اليوم. هستسمحك ارجع لك بعد استاذ ماجد اللي شرفني النهارده واللي بعيد عليه تقديم واجب العزاء البقاء والدوام لله. استاذ ماجد، حضرتك عرفت على السوشيال ميديا بان حضرتك ما بين الحين والحين بتبعت رساله للدكتوره منى محر، نائب وزير الزراعه، وهي السيده الفاضله اللي مسؤوله تقريبا عن القطاع اللي احنا بنشتغل فيه. فحضرتك ما بين الحين والحين الاقي لك فيديو موجه رساله للدكتوره منى محر. والله احنا النهارده بقى على الهوا. حضرتك عايز توجه لها رساله، وهنتكلم في مواضيع تانية كتير، بس بدل ما انت بتوجهها لها يوميا كده على قطع، حضرتك وجهها لها النهارده براحتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا والله ما جيت البرنامج النهارده الا علشان حاسس ان البرنامج ده هو اللي فعلا اللي بيقف ورا ظهر المربي. والله لو اي برنامج تاني وانا متحرك لظروف اللي انتوا عارفينها، عندي وفاه والدتي رحمه الله عليها. انا بقول امبارح امي ماتت وخدنا عزاها. بقيت ام واب يتيم زي صناعه الدواجن بالظبط، يتيمه. على الرغم من صناعه الدواجن دي يا استاذ خالد لها عيلتين كبار جدا، اللي هم الوزاره والاتحاد العام لمنتجي الدواجن. طيب العيلتين دول اين هم الان من الانهيار التام لصناعه الدواجن؟ عيلتين ضخمين جدا، الوزاره والاتحاد، عيلتين كبيره جدا. ما انا بقيت يتيم زي الصناعه بالظبط. طيب النهارده انت بتقول لي السعر النهارده 30 جنيه، اتحدى اي واحد من المربين النهارده ان هو يكون فرحان. بالرغم من 30 جنيه ده يا باشمهندس خالد رقم رائع جدا جدا. ما حدش فرحان خالص من المربيين. ليه؟ مفيش يا فندم، ماتت. مفيش. يعني قصد حضرتك ان السعر 30 جنيه بس مفيش حد يا فندم، مفيش حد عنده فراخ اصلا يبيع. خير دليل اللي كان قبل منه الاستاذ عبد الخالق قال لك من 60,000 ل 14,000. تمام. خير دليل على كلامي. تمام. فالنهارده مفيش فراخ في السوق ب 30 جنيه. يعني اللي عنده فراخ هيركب زي ما بيسموها، يعني مش عايزين نتكلم. تمام. طيب ايه المطلوب؟ وايه انا بقول ايه؟ ودايما ليه بوجه رساله الدكتوره منى؟ ليه صحيح؟ انا بعزها جدا. تمام. ودايما لما بتعز واحد وما بتلاقي قرار مش غلط او قرار مش عاجبك او قرار دخل عليا كده حاسس ان هو ظلم، فبكلمه بعشم او ممكن ادوس اتكلم بزياده. انا بتاسف فيها الاول يعني. دكتوره احنا بنقول احنا بنموت. جريت في الجورنال من حوالي 3 4 5 ايام الاهرام التعاوني ان هي في 2018 نهايه صناعه العشوائيات. نهايه ايه؟ صناعه العشوائيات. عندي صوتك اسمه نهايه صناعه العشوائيات في مصر. ماشي. انا مش ممانع ان هي نقضي على منظومه العشوائيات، بس دي نقضي عليها ازاي؟ هكلمك على ميدغمر تيمن عندنا 2675 عنبر. ال 675 عنبر دول يا فندم كلهم سقفهم من البوص اللي هو الغاب اللي بيسموه، اللي هي العشوائيات اللي الدكتوره منى بتتكلم عليها. تمام. طيب احنا لو قفلنا جميع المزارع دي الناس دي هتروح فين؟ السوق هيوصل لفين؟ معلش هستسمحك في حاجه. هي اعتقد والله اعلم ان تصريحها ما كانش بتقول هتقفلها، لكن بتقول اللي راغب يطور ياخد قرض من البنك ب 5% وعايز يطور اهلا وسهلا، مش عايز يطور ينتقل الى الظهير الصحراوي. ارد على سؤال حضرتك. انا ماجد عثمان عملت رخصت العنبر على كلام الدكتوره منى. رخصت العنبر رخصه مؤقته ورحت لجأت للبنك، يا بنك انا عاوز اطور من نفسي، عاوز كارت. رد عليا قال لي انت مطلوب في رخصتك او في اجراءات، مش من الاخر مش عاوز نخش في حاجات تانية. البنك رفض ان هو يديني قرض على رخصه المؤقته بتاع العنبر. ده حضرتك شخصيا ولا عموما؟ شخصيا. انا قصدي انت بس ولا وافق لحد ورفضك؟ اللي يسير على ده يسير على غيري. وهات لي واحد من زمايلنا، حضرتك عندك 200,000 صديق على الجروب، هات لي واحد خد 5 جنيه. يعني القرض مش لينا. القرض ده مش مفعل. مش لينا خالص. مش مفعل. لا خالص نهائي. اي حد ممكن يكون مفعل للناس الكبيره، اما مش لنا بامانه. لا. طيب احنا بنقول ايه؟ لا معلش انا اسف، لازم اقف عند الحته دي. اصل هي جزئيه مهمه. اتفضل يا فندم. في قرض اعلن عنه ب 5% فوائد، القرض ده ياخده المربي عشان يطور مزرعه. والله ما عملت الرخصه الا عشان القرض. لو انت عملت الرخصه وعملتها، بتروح البنك، رحت البنك، ايه اللي بيحصل؟ قال لي الرخصه مكتوب فيها عنبر تسمي. طيب يعني ايه عنبر تسمي؟ يعني العنبر ده موجود. قال لي لا ما فيش كارت. يعني ما يعني في البنك الاجراءات بتقف حق القصاد. بالظبط كده. طيب انا وبعد اذنكم وقبل ما نطلع فاصل قصير برضو هوجه رساله للسيده الفاضله الدكتوره نائب وزير الزراعه الدكتوره منى محرز. يا دكتوره حضرتك قلتي على قرض 5% للمربي عشان يطور مزرعته، عشان تتقلب من مزرعه عشوائيه لمزرعه بجد. القرض ال 5% اللي حضرتك نوهتي عنه واللي حضرتك صرحتي بيه، البنوك مش بتصرفه وبتعمل معوقات. المعوقات دي مفادها في الاخر ان القرض ما بيتصرفش، يبقى هو قرض على الورق او اسما بس او
فكره جميله ومحترمه، بس على ارض الواقع القرض ده مش بيتصرف. انا محتاج فعلا رد من حضرتك، تقول لنا الغلط جاي منين، ليه القرض ده مش بيتصرف، او ايه مشكله ان هو يتصرف، علما بان واحد زي استاذ ماجد هو من وراءه 260 مزرعه مثلا في بلده او في مركزه، دول برضه مش عارفين يصرفوا، وكلهم تقدموا بترخيص مزارعهم. يعني يعني اللي حضرتك طلبتيه، الاليات بتاعت القرض اللي حضرتك طلبتيها عمل رخصه، الناس عملوا رخصه ومش عارفين ياخدوا القرض. انا فعلا محتاج من حضرتك رد. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع اخواتنا وضيوفنا واصحاب المكان اللي مشرفينا. فاصل يا جماعه ونواصل. هذا البرنامج يأتيكم برعاية اهلا وسهلا بيكم في حزب البر. انا شرفت اول امبارح ان انا احضر مع الاخوه الافاضل اجتماع كان منظم بواسطه المهندس علي الدهراوي، المسؤول عن حاجه اسمها البورصه العموميه. استاذ علي كان عامل الاجتماع ده عشان نناقش فيه آلية عمل بورصة حقيقية عادلة لصناعة الدواجن. وكان العنوان العريض بتاع الاجتماع بتاعنا ده هو ان احنا ازاي نقدم او ان احنا نعكف على تقديم مشروع قانون الى الجهات المعنية، وحددنا مدة زمنية. عملنا لجنة، اللجنة دي مكونة من مجموعة من الأفاضل، وحددنا مدة زمنية 50 يوم. ال50 يوم دي اللجنة هتعكف على عمل مشروع بورصة حقيقية عادلة ونقدمه للجهات المعنية. هنقدمه للجهات المعنية بعد ما نستوفيه، وهنستنى رد الجهات المعنية. أهلا وسهلا بيك أبو عمر. احنا ايه اللي كان بيحصل أول امبارح في مشروع البورصة؟ مشروع البورصة عشان اللي الأستاذ ماجد قاله والأستاذ عبد الخالق قاله، عملية تدهور الصناعة، نسبة كبيرة دلوقتي مش شغالة. فعايزين نعمل مشروع بورصة عادلة، عادلة للمستهلك، للمربي، للمنظومة كاملة. طب في امل؟ وابو عمر خدني واحده واحده لو سمحت. في امل ان المشروع ده يطلع للنور؟ في أمل. ايه المطلوب؟ ايه المطلوب بقى عشان مشروع زي اللي في ناس دلوقتي قاعده فعلا بتجتهد في انها تطلع المشروع ده؟ ايه المطلوب؟ تكاتف، عملية تكاتف تكاتف من كل الجهات. تمام. أولا مربيين، تمام. الاتحاد، الجمعية المصرية لمربي الدواجن، وزارة الزراعة، ويعنينا الشركات الكبيرة. تمام. دول كلهم ايه المانع ان احنا نعمل مشروع لانشاء بورصة اللي الاستاذ علي قدمه؟ تمام. مشروع قانون مشروع لتنفيذه يعني. لتنفيذ بورصة دواجن حقيقية تمام. تخدم كل الاطراف دي. تمام.
استاذ عبد الخالق، بعد اذن حضرتك استاذ عبد الخالق، كان في بورصه زمان اسمها بورصه بنها، تمام. ايه وضعها؟ ايه يعني واقفه ليه؟ فاشله ليه؟ بورصة بنها تم وقفها من 2006 بالظبط، بعد عملية انفلونزا الطيور وهدم صناعة الدواجن بالكامل في انفلونزا الطيور. في 2006 تم إيقاف بورصة بنها. البورصة دلوقتي القائمة دلوقتي على أرض الواقع هو مجموعة من السماسرة، تقريبا 3/4 ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، يعني ما عندهمش آلية نهائي. كل اللي يلزمهم التاجر فقط، ما يلزمهمش المربي. يعني ممكن ياخد عنبر كلالة ب 14,000 يعني جنيه. ايه كلاله الاول؟ الكلالة أصل دي هو مش المشاهد مش هيفهم بيبقى كلاله. عنبر تعبان شوية، اه تمام. بيخش عليه بيقول له العنبر ده ب 5000 جنيه، وياخده هو شروه كده. شروه على شروه بعضها. شروه. ياخد هو نصيبه بتاع يجي 10,000 جنيه قدامهم من التاجر. التاجر بيرشيه ب 10,000 جنيه بحيث ان هو يذبح المربي ده. المربي كلف 150,000 جنيه وبيع البضاعة بتاعته ب 10,000 جنيه، وتدخل للسوق تنباع بالسعر الغالي عادي خالص، تتجزر وتتحط في اكياس وتنباع بالسعر العالي. تمام. تفعيل دور البورصة، تفعيل دور البورصة هو قرار وزاري دلوقتي قبل بكرة، هيخدم المربي، يخدم المستهلك، يخدم الصناعة ككل في الازدهار. انت عندك الصناعة، انا باكد برضو على الصناعة. الصناعة لازم تزدهر. الصناعة دي لو ازدهرت هتاخد الاقتصاد المصري كله لأعلى. تمام. في حالة انخفاض هتجر كله لأسفل. انا مقتنع والله باللي انت بتقوله فعلا. تمام. فاحنا عاوزين نرفع الصناعة. تترفع ازاي؟ تترفع برضو عن طريق مربي. ازاي؟ المربي لازم هو يبقى العصا الأولى في الصناعة، طيب مش الوزارة. طب هسأل استاذ ماجد طب سؤال انا كنت عاوز اكمل كلامي. اتفضل. لا قول اتفضل. لا اتفضل. المربي هو العصا الاولى للصناعه. تمام. يعني برنامج زي برنامج حضرتك دلوقتي المفروض الكل يتكاتف وان احنا نرفع البرنامج ده، وهو الامل دلوقتي اللي موجود على ارض الواقع الحقيقي. ده انت مربي وانا مربي، المفروض ندعم بعض ونشارك مع بعض ونتكاتف مع بعض. عمليه الاتحاد بين المربيين وبعضهم البعض، هنا ابتدي اول خطوه. تاني خطوه موجوده بقى في الوزاره وفي الاتحاد. هنقول الوزاره الاول تعمل بند واحد بس، ايوه، باسناد امر الدواجن ده لمراحل تانية اللي هو المربي. يعني هي تقول قانون، المربي يعكف عليه ويقعد يدوره ويشتغله، ومعاه طبعا الاطباء ومعاه المهندسين يبتدوا يشتغلوا على ارض الواقع فعلا، ينظموا العملية بالفعل. أنا العملية فاهم. دلوقتي مهترئة بالكامل، حقيقي. ما عندناش منظومة يا بيه. احنا دلوقتي انا فاهم ان حضرتك تعني في الحتة دي ان المفروض الوزارة تشكل لجان او لجنة، مش لجان بقى عشان موضوع لجان ولجنة والكلام ده، تشكل مجموعة من الناس، عايز انت تقولها كده، مجموعة من الناس المعنيين اللي ايديهم في اللعبة إدارة الأزمة. إدارة الأزمة دي. انا بسمع منك الكلمة دي على طول. إدارة كتير، إدارة كتير. الأزمة. إيه ده؟ هي محتاجة إيه؟ ده محتاجة كلمة بس من الدكتورة منى محرز. يا جماعة اعملوا إدارة أزمة هنا بس. وإحنا يا ستي هنشيل كل ده عنك. تمام. وهنرفع الاقتصاد المصري بالكامل. تمام. انما هنسيبه كده؟ لا، البلد كلها بتقع. ده امن قومي مصري، لو ما راعيناهوش قوي البلد كلها تقع وراه في الاقتصاد. احنا كل المدخلات بتاعتنا جايه اجنبيه. مظبوط. وجاي دلوقتي كمان تجيب لي فراخ برازيلي. الصناعه الوحيده اللي تعتبر قائمه على رجليها وتمرض شويه وتتعافى شويه وتمرض شويه هي صناعه الدواجن. لما اللي هي اكل الشعب المصري، اكل الشعب المصري الغلبان. تمام. دلوقتي هتموت. حضرتك بتقترح على وزاره الزراعه الدكتوره منى محرز دلوقتي تعمل قانون بتشكيل لجنه دلوقتي لاداره الازمه الحاليه. والله يا سيدي دكتوره منى محرز مظلومه معانا، انا مش عارف. ما احنا دلوقتي بنشيل الظلم عنها دلوقتي حالا. تمام. ما احنا يا بيه لما نعمل لجنه هنقول لها اتفضلي استريحي، احنا هنقدم القانون بطريقه كويسه. تمام. بحيث ان احنا نرفع ونقدمه
ومجازر مصريه. وبعد كده نبص بقى على افريقيا. افريقيا هي الهدف بتاعنا دلوقتي، احنا نروح نصدر هناك، نروح نصدر للسعوديه، نروح نصدر لليبيا، للعراق. الدول دي محتاجه لنا. تسمح لي قبل ما اتنقل لاستاذ ماجد اختصر كلامك في ان اتفضل. حضرتك طالب من الدكتوره منى ان هي تكلف مجموعه بان هم يعكفوا على اداره ازمه. على انتاج مشروع لاداره الازمه ونقدمه ليها تمام. على طبق من فضه. يا دكتوره منى اتفضلي راجعي المشروع بتاعنا ده، مظبوط. ماشي، ويكون المربي جزء من المشروع ده، جزء اساسي. تمام، ممتاز. ما هو المربي هو اللي هيديره بالكامل. تمام. تمام. اتفضل. يبقى المشروع داخل فيه المربي، المنتج، وزاره التموين، السمسار. الاتحاد، مظبوط. السمسار، كل جميع جمعية. الجمعيه طبعا على راسها. الدواجن. مظبوط. اللجنه مشكله من كل فئات صناعه الدواجن مظبوط. عشان تنجح الصناعه. استاذ ماجد، همك تقيل برضه، همك تقيل ووجعك كتير، وانت برضه عندك بنسموها احنا بالفلاحي عبء كامل. بالزبط. منطقه كامله بالزبط. انت شايل همها وبيشتكوا لك بالزبط. وانت بدل ما انت موجوع انت لوحدك، موجوع وشايل وجع ناس معاك. بالظبط. ايه يا استاذ ماجد؟ حابب اوصل رساله لواحد كان قاعد معانا امبارح، يمكن حضرتك سمعته في الميتم، بيقول لي انا الحمد لله رب العالمين الدوره دي خسرت 50,000 جنيه بس. بيقول ايه؟ الحمد لله الدوره دي خسرت 50,000 فعلا جنيه كان بس. في مربي امبارح قال كده. يعني شفت حتى الحمد لله انا خسرت الحمد 50,000. لله انا خسرت الدوره دي 50,000 جنيه بس. يعني شفت المربي وصل لفين لما يقعد بيخسر 50,000 جنيه بيقول لك الحمد لله انا طلعت منها سليم. طلعت منها سليم. طب احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول يا جماعه احنا عاوزين ننهض بصناعه الدواجن ديت لفوق مش لتحت. تمام. زي ايه مثلا؟ انا هديك مثل صغير كده مع الطب البيطري عندنا، ان في مشكله بين المربي والطب البيطري. حقيقي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا نفترض ان عنبري جات له اصابه. لو انا لقيت ان انا هاخد 1%، العنبه دي بيتكلم 10,000 جنيه 100,000 جنيه، لو انا لقيت ان في تعويض 1% يا استاذ خالد، تمام. تعويض 1%، هطلع اجري على الطب البيطري، تعالى بص على العنبر عندي يدفن دفن امن، نخلي منطقتنا كلها مفيش فرخه تروح كده. لان النهارده النافق بيروح فين؟ حد سأل نفسه النافق يروح فين؟ النافق بيتحمل على عربيات وبيروح بيروح بقى بيمشي بقى يتوزع، السبله بتتوزع. اما والله يا استاذ خالد لو انتوا عاوزين تقضوا على الفيروسات في مصر هم حلين اتنين. اتفضل. معمل، وبنقولها المره ال50، معمل امصار بعطره مصريه 100%. سيبك بقى من اللي جاي من الخارج. ماشي يا ريس؟ معمل لقاحات. التحصينات اللي جايه من بره. ما بص يا ريس، بخير دليل واحد عزيز علينا جدا محصن جميع التحصينات بشركه عالميه كبيره جدا. مهندس هشام عاد. مهندس هشام عاد، مش كنتش عايز اذكر اسمه. مظبوط. الراجل ده عنده 11,000 مكلفهم حوالي 1,500,000. تمام. والله متدمر. الحمد لله ما جالوش مرض، ما عدوش مرض. كل الامراض جت عنده ومحصن، واللي محصن مش هو اللي محصن، ده الشركه اللي محصناه جميع التحصينات. تمام. بنقول ايه يا جماعه بقى؟ بنقول من سيبنا من اللي بره، الدم اللي بره مش زي الدم المصري. يبقى عاوزين معمل عندنا في مصر. حضرتك عايز تحصينات عطريه مصريه بالظبط يا فندم 100%. يعني اصل ده دور وزاره بقى، ده دور دوله بالظبط كده، لازم الدوله اللي تعمله. بالظبط يا فندم. تمام. احنا وعايز حضرتك كمان ان الطب البيطري يكون في يعني في توافق بين الطب البيطري والنار. احنا بنخاف من حاجه اسمها الطب البيطري. تمام. انا لما بيجي لي بتاع الطب البيطري وبيجي كده احيانا الدنيا عندك عامله ايه؟ والله لو الدنيا متمعجنه عندي جوه، مش انا بس، كل الناس متمعجنه. لو انت عاوز الصراحه بقى، لو انت عاوز الصراحه متمعجنه جوه والنافع عندي 500. تمام. يقول لي الدنيا عندك ايه؟ اقول له زي الفل والدنيا ربيع. تمام. يلا امشي من هنا. ليه؟ في خوف ان يقفل لك المزرعه، في خوف ان في سجن، في خوف ان يدخلك السجن. لما والله يا استاذ خالد لو لقينا ان في رغبه من اللي فوق، الناس اللي فوق، ان في تعويض لو 1%، لو العنبر دي متكلف 100,000 جنيه هيدينا 10,000 جنيه، لا طالع جري عليهم تعالى يا جماعه شوفوا لنا حل. ونكسر بقى، نقصر المسافه على المنطقه ديت، بدل ما العنابر الثانيه احنا عندنا 100 غمره اتمعجنت في شهر 12 وواحد. اتمعجنت. النهارده بقى يا فندم احنا بنقول السوق 30 جنيه، مفيش فراخ. الكلام واضح، مفيش فراخ. وبعد ده كله هاته هيجيبوا صفقه من بره، جايه صفقه من بره، السوق ينزل تاني مش هيجي حاجه ولا ياكل. السوق هينزل تاني يا فندم انا مش عاوز ابيع ب 18 ومش عاوز ابيع ب 30. انا بقول يا جماعه نقول السعر العادل، اديني سعر التكلفه وهامش 2 جنيه ربح او جنيه ربح. احنا مش بنقول حاجه اكتر من كده، احنا بندور على المربي. رساله ثانيه من المربي،
واحنا جايين برضه الراجل بيوصلها لي، بيقول لي عندنا في الوش دي لحد امتى؟ عندنا في الوش دي لحد امتى؟ والله بتاع عربيه الترمس بيكسب احسن منا. طيب ممكن استسمحكم، لان هنا وقتنا خلص، ممكن استسمحكم ان انا استضيفكم فرادى، لان ما ينفعش اسمع منكم كلكم في مره واحده، فانا هستسمحكم ان احنا يبقى لنا لقاء تاني، بس كل واحد يبقى لوحده عشان اعرف استفيد منه، عشان يعرف ينقل هو كمان اوجاع منطقته، اوجاع مش منطقته، اوجاع مصر كلها. عندي كلام كل كتير البرد. جدا. انا عارف ان عندك كلام كتير والله. ماشي يا فندم، ماشي. استسمحك يا ابو عمر ان احنا نستضيفك في حلقه جايه منفردا، عشان الحلقه دي مدتها انتهت. عارف انك زعلان يا ابو خالد. لا انا عارف انك زعلان جدا لانك انت عايز تنفجر. لا لسه في حاجات كتير. انا عارف ان انت، بس الحمد لله عدت لا على بس خير. حضرتك الوقت بتاعك بيخلص بسرعه. بيخلص في ده بسرعة. ما ينفعش نهائي. طب نعمل ايه؟ لا يا بيه، بس المفروض يبقى في وقت تدعيني. شويه. نزود وقت والمطلوب الفتره اللي جايه تدعيني تنزل تدعيني. حضرتك تبص على المزارع اللي تحت. بالظبط. المزارع اللي تحت بتنهار، الناس اللي تحت بتموت. مش عايزين نفضل قاعدين احنا هنا مش يا عاوزين أستاذ نقعد هنا، السؤال في حضرتك في يعني جزء- احنا عاوزين ننزل تحت نشوف الناس اللي السؤال تحت. لحضرتك انت مربي وانا مربي. في جزء من الثانيه، مين اللي بيدعم البرنامج؟ مين اللي بيدعم؟ فين الشركات اللي ما تقفش ليه ولا البرنامج؟ هو البرنامج ده شغال زي البرامج الثانيه ولا الفراغ بس؟ لا الفراخ بس. فين الشركات اللي ما تدعمش البرنامج؟ ليه المربي ما مطلوب يدعمش كل البرنامج؟ الشركات تقف فين وتفتح. الشركات دي؟ انا عمري ما شفت شركه بتصرخ. دايما هو المربي اللي بيصرخ، ومش هطول عليك في الكلام. اوعدك طب اقول لك كلمه اخيره. مربي المخرج الدواجن بيقول لي مربي الدواجن لا استنى والله لازم اقولها لك. قول. المخرج اصل احنا قاعدين قاعده اتفضل. المخرج بيقول لي ان استاذ ابو خالد عايز 4 ساعات لوحده. كتير. والله يقول لي استاذ ابو خالد عايز 4 ساعات لوحده. اتفضل قول يا استاذ خالد. مربي الدواجن دلوقتي هو الوحيد اللي راكب موتوسيكل او عجله. تمام. ده احتمال يبقى هو الوحيد في المنظومه اللي راكب طب حاول موتوسيكل او تحافظ عليها عجله. يا استاذ ابو خالد لانك ممكن تبيعها. يعني أحافظ عليها. حاول تحافظ عليها. انت نورتني الله يبارك فيك. وشرفتني الله يبارك واوعدك الله يبارك فيك. واوعدك ان احنا هننزل المزارع، تمام. يا ريت. وهننزل المصانع، وهننزل شركات الادويه، وهننزل نصور فيها من الحلقات ده اللي المطلوب. من الحلقات اللي جايه ان شاء الله. تمام. الاستوديو كان مرحله، مرحله ممتازه ومرحله الحمد لله الحمد كويس. لله. المرحله اللي جايه ان شاء الله هننزل وهنتحرك زي ما انتوا عايزين وزي ما انا فعلا عايز. تمام. هنتحرك على ارض الواقع، هننقل الوجع هننقله، والحاجه الكويسه هنقول هننقلها عليها. برضو، والسيئة هننقلها هنقول عليها. ان شاء الله. شرفتني يا ابو عمر، شرفتني يا استاذ الله يبارك خالد، في حضرتك. شرفتني يا سعيد استاذ بيك ماجد، جداً، سعيد بيك وانا جداً. اكثر سعاده. ربنا يعزك يا فندم. ان شاء الله لينا لقاء تاني في حسبة بيرما. انتهت حلقتنا، وأستاذ عبد الخالق لوحده كان محتاج 4 ساعات، وكل ضيف من الضيوف التانيين محتاج 3 ساعات، فاحنا ان شاء الله نستقبلهم مرة تانية. سعيد جدا بوجودي معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.